يعني انت ممكن تدعي ربنا تقول له يا رب ابقى غني، بس ربنا مش هيخليك غني غير لو خدت بقوانين الغنى. طب ينفع تدعي ربنا تقول يا رب الشمس ما تطلعش النهارده؟ لو انت عايز اقول لك اقوى ايمان على وجه الارض، عايز اقول لك لو انت نبي من الانبياء ودعيت قلت يا رب الشمس ما تطلعش، الشمس برضه هتطلع. اقوى واحد في الكون بدنيا وقلت يا رب ما موتش، هتموت برضه. فاصبح في قوانين كونيه ما فيش مخلوق على وجه الارض ينفع يتدخل فيها، ايا كان دينه ايه او ايا كان عقيدته ايه. القوانين دي الاله وضعها لكل البشر وبتسري على كل البشر. ادعي ربنا وقول له يا رب البحر يجف، ريقك هيجف وينشف والبحر هيفضل فيه ميه. فلازم نفهم كويس جدا الفرق ما بين الحاجات اللي انا اقدر اعملها والحاجات اللي ما ينفعش اجي جنبها. من الحاجات دي بقى هي قوانين الغنى، ان اي حد هيمشي عليها هيحصل له ايه؟ هيختني. يعني هيختني. في احدى الدول نسبه المجانين زادت جدا بسبب زياده الاسعار وبسبب الاحوال الاقتصاديه المتدهوره. النسبه تخطت الحدود لدرجه ان حاكم الدوله نفسه او رئيس الدوله قرر ان هو ينزل يروح مستشفى الامراض النفسيه عشان يشوف المجانين بنفسهم دول ايه اللي حصل لهم. فنزل احدى المستشفيات ومشي معاه مين؟ الدكتور اللي هو مدير المستشفى. فهو ماشي كده لقى واحد عمال يرسم صوره واحده على الحيطه وعمال يعيط، يرسم صوره واحده على الحيطه وعمال يعيط، والاوضه بتاعته كلها نفس صوره الست دي. فبيسال الدكتور يقول له هو الراجل ده ماله؟ ايه اللي حصل له؟ يعني قال له يا سيد الرئيس ده كان بيحب الست دي جدا 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 وهي ما حبتوش وما قدرش ان هو يحصل عليها فاتجنن. سابه ومشي راح مكان تاني، لقى واحد معاه صوره كده، صوره واحده وماسكها وعمال يبصق عليها. يعني ايه يبصق عليها؟ يعني بيتف عليها عذرا لللفظ. فالرئيس استغرب فبيسال الدكتور بيقول له هو ايه اللي حصل للراجل ده؟ ماله يعني؟ ايه حاله؟ قال له ده اللي اتجوز الست اللي الراجل التاني كان بيعيط عليها. ففي الحالتين لو انت مش فاهم قوانين الغنى في الحالتين هتتجنن. لو ما بقتش غني او حتى لو بقيت غني بس انت ممكن ما تبقاش غني صح. اول سبب يمنعك عن الغنى ويخليك دايما في حاله عوز واحتياج هو ان انت تبقى فاهم من جواك ان انت مش غني. اول سبب يعني انت تبقى ماشي في الحياه وفاهم ان انت مش غني، مهما وصلت هتفضل فقير. وده بيبرر لك ليه برضه ناس اغنياء كتير جدا ومعاهم من الثروات ما لا حصر لها وبينتحروا في دول كتير جدا. يعني اعلى معدلات الانتحار موجوده في اعلى الدول اللي فيها ناس ميسرين ماديا. ليه؟ لان هو مش فاهم مفهوم الغنى. الغنى ده معناه ايه معنى الغنى؟ الغنى بكل بساطه هو الاستغناء بما لديك عن ما في ايدي الناس. لانك لو فضلت شايف ان في كل واحد عنده حاجات مش عندك فهو غني وانت فقير، هتفضل طول العمر ماشي في دايره الفقر، هتفضل طول العمر ماشي في دايره العوز والاحتياج وانت فاهم ان انت هتبقى غني. من باب الحق الالهي انه خلقنا كلنا سواسيه، كل البشر متساوين في الغنى منذ نعومه اظافرهم، وكل البشر معاهم كل الادوات اللي تساعدهم ان هم يحولوا العوز او الاحتياج بتاعهم ده لاستغناء. هتقول لي ازاي؟ هقول لك عمرك شفت انسان مولود باربع رجول او انسان بيطير؟ كلنا متساويين في الجوارح، كلنا ربنا خلقنا في احسن تقويم. اول حاجه انت عشان توصل للغنى لازم تبقى فاهم يعني ايه غنى الجوارح. يعني حضرتك معاك ايد، معاك عين، معاك سمع، معاك رجل، فرقم واحد ربنا مديك الادوات الاساسيه اللي تقدر بيها استغنى عن اي حاجه في ايد حد وتستخدمها وتروح تجيب اللي انت عايزه. مثال بسيط، انا عندي مشاكل في البلد بتاعتي، الاحوال الاقتصاديه زي الزفت، مش عارف اشتغل، ففي دوله تانية غنيه جدا طالبه ناس ان هي تشتغل. فالناس دي ليهم مواصفات، رقم واحد يكون بيتكلم انجليزي كويس، رقم اتنين بيتعلم اكسل، بيتعلم باوربوينت، بيتعلم فوتوشوب، بيتعلم ايا كان. هم مدينك شروط ان انت لازم تكون فيك عشان تقدر تسافر. فلو قعدت تدعي تقول يا رب انا عايز ابقى غني وعايز اسافر اشتغل بره واكسب بالدولار، ربنا مش هينقلك للبلد ولكن هيجيب لك وظيفه تظهر قدامك. هيظهر قدامك شخص ما يكون مثلا شغال في البلد دي او في الحته دي، فيبتدي يساعدك ان انت تطلع فين؟ تروح تشتغل في البلد. ولكن لو انت ما استخدمتش الجوارح بتاعتك، يعني ما استخدمتش رجلك ان انت تروح تحضر بيها كورس، ما استخدمتش عينك ان انت تقعد تذاكر، ما استخدمتش ودنك ان انت تسمع لغه انجليزيه وتطور من مهاراتك، ما استخدمتش ايدك ان انت تقعد تكتب وتلخص وتعمل ملخصات عشان فكرك ينضج ويتعلم وتبقى مؤهل ان انت تروح للوظيفه او للشغل او للبلد اللي انت عايزها. فاصبح ان لو انت رقم واحد مش فاهم يعني ايه غنى الجوارح، ان ربنا خلقك اصلا غني. يعني انت ممكن تكون دلوقتي معكش عربيه، معاك رجل تقدر تقوم تتحرك بيها وتشتغل وتجيب تجيب عربيه وانت مقتنع من جواك ان انت مش فقير، انت عبد الغني، انت عبد الاله اسمه اسمه الغني. رقم اتنين تبقى فاهم ان ربنا مديك ومدي كل البشر كل الادوات عشان يكونوا بيها اغنياء. اولا ان هم مستغنيين، يقول لك اللي اكلته من فاسه كلمته من راسه. يعني انت معاك رجل بتتحرك بيها وايد بتشتغل بيها وعين
بتشوف بيها وسمع، كل الجوارح دي شاهده عليك، شاهده عليك قدام ربنا. لو جيت قلت يا رب انا ما عرفتش ابقى غني هيحاسبك، لو جيت قلت له يا رب انا كنت فقير هيعاقبك على فقرك، لانه اداك الايه؟ اداك الادوات. انا النهارده مديك، انا النهارده كراجل صاحب شركه مدي لحضرتك مرتب كويس ومدي لحضرتك عربيه وحضرتك ما جيتش الشغل، فجيت رفدتك تقول لي انا مظلوم انا فقير، لكن انت ظالم لنفسك. فعشان كده ربك يقول لك ايه؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ويقول لك في موقف تاني يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. فاوعى تفتكر ان وجودك في الفقر دلوقتي مبرر، اوعى تفتكر ان وجودك في الفقر دي ميزه، لا يا معلم، ده عيب، وعيب كبير قوي قوي. فين؟ في حقك وفي حق الخالق، لان ربنا اداك كل الادوات وسوى ما بين كل البشر، وكل الادوات اللي يستغنوا بيها عن الناس وبعدين يقوموا يجيبوا بيها كل الحاجات اللي هم عايزينها. وكل ما بيجيبوا حاجه بيبقوا واثقين ان اللي جاب لهم الحاجه دي هو مين؟ هو ربنا، مش ايديهم ولا رجلهم، دي ادوات. اوعى تركز مع الاداه وتنسى خالقها، اوعى تركز مع الاداه وتنسى صانعها، اوعى تركز مع الاداه وتنسى اللي اداك القدره عليها. عشان كده بعد كل ده هتلاقي نفسك ان انت هتفضل فقير برضه، بس فقير لمين؟ كل البشر علاقتهم ببعض لحاجه، كل البشر حتى الام وابنها علاقتهم مع بعض لحاجه، الا علاقتنا مع ربنا. هو مش عايز مننا حاجه، بس احنا عايزين منه حاجات كتير قوي. كده ربنا في الاخر يقول لك ايه؟ يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. لو تعرف حد عمال يقول لك انا مش عارف ابقى غني وازاي ابقى غني، فابعت له بس الكلمتين دول، لعل وعسى يكون سبب ان هو يمشي طريق الغنى ويفهم قوانين الغنى الحقيقيه، بعيدا عن كل الكلام اللي ممكن يكون غلط او مش مفهوم او مش واضح وصل لنا خلال السنين اللي فاتت دي، وتساعده ان هو يقدر يخرج من دايره الغنى ويخش في دايره السعاده والثراء. ودي مرحله اعلى كبيره جدا جدا من مرحله الغنى، ودي اللي هنتكلم فيها فيديو جاي ان شاء الله. عشان كده اعمل متابعه.